السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملي كتسمع الدعم ديال 10 المليون الا غتشري شي دار ولا بارتما ب 30 مليون ولا اقل، ولا دعم ديال 7 المليون الا غتشري هاد الدار ولا هاد البارتما ما بين 30 حتى ل 70 مليون، هادشي اللي كتقول الدولة. كتقول هذا انجاز عظيم، هذا دعم تاريخي. انا الا غنشري دار ب 30 مليون الدولة غتعطيني 10 المليون تقريبا الثلث. هو من النظرة الاولى ملي كتسمع هاد الكلام كتقول هذه همزة ما خصنيش نضيعها، ولكن رد البال باش تستافد فعليا من هاد الدعم، هادشي خاصك ترد البال للحفاري اللي كاينين في الطريق. واليوم في هذا الفيديو غنعطيك خارطة الطريق، البلان اللي خاصك تتبعه باش تستافد فعلا من الدعم ديال السكن. تبع هذا الفيديو مزيان حتى الاخر، راه فيه معلومات مهمه، خاصه الا كنتي باغي تشري شي دار ولا بارتما بدعم يعني ديال الدوله، الدعم ديال السكن اللي مخرجه الدوله. اذا بالنسبه للحاله الاولى رد البال مزيان، جيتي دابا انت غتشري شي بارتما ولا شي دويره، مشيتي تفاهمتي مع السيد مولاها ولا المنعش العقاري ولا الشركه شحال تبيع لك هاد الدار ولا هاد البارتما، مازال يعني ما غنتكلموش دابا على الاسعار، حتى الفئه الثانيه هي اللي كيهمها هاد الاسعار. المهم تفاهمتي على الثمن، درتي طلب في المنصه بسميتك انت اللي باغي تشري، واش فيك الشروط ديال الدعم، واش مغربي تكون مغربي الجنسيه ساكن في المغرب، ولا ساكن على برا يعني خارج المغرب ماشي مشكل، واش ما عندكش دار دابا حاليا بسميتك. وهاد الشروط هذه دخل عليها واحد التعديل في 2026. واخا دابا طلع سميتك في الشياع انك كتملك في الشياع شي عقار مشترك، كتعتبر ما عندك السكن، ما عندكش دار، اذا عندك الحق تستافد من دعم السكن. اذا تكون مغربي الجنسيه ما عندك السكن دابا ديالك بوحدك، ما عمرك استفدتي من السكن الاقتصادي اللي كان قديم، هذه هي ثلاثه الشروط اللي كتفرض عليك انت. ديك الساعه كدير الطلب في ديك المنصه ولا داك السيت ولا ديك لابليكاسيون ديال الدعم ديال السكن، كتسنى واحد السيمانه كيجاوبوك الا فيك الشروط، تيقولوا لك سير راه الطلب ديالك مقبول. هنا كدوز المرحله الثانيه اللي هي الدار، كتمشي عند النوطير انت وداك السيد اللي غيبيع لك ولا ديك الشركه ولا المنعش العقاري، كتقول له على الدار وراه انا تقبلت في الدعم، ها الموافقه كيصيفطوها يعني راهم كيكونوا صيفطوها لك كتوريها ليه. يعني النوطير تيقول لك مرحبا شحال غيبيع لك هذا السيد الدار، كتقول له مثلا قدا وقدا، يعني تيدير لكم وعد بالبيع بداك الثمن اللي اتفقتوا عليه والمراجع ديال داك العقار، يعني الملكيه ديالو والمسائل ديالو كامله. كيشد داك وعد بالبيع النوطير كيصيفطو هو المنصه، انت دابا سالات خدمتك هنا، يعني كيشوفوا معلومات ديك الدار كيف ما شافوا المعلومات ديالك انت من قبل، يعني يشوفوا دوك الشروط اللي قلت لكم دابا. المنصه ديال الدعم كتشوف ديك الدار، كيشوفوا انها تكون شاده البيرمي دابيتي يعني ديال البناء، رخصه السكن اقل حاجه تكون في يناير 2023. نعاودوها، اقل حاجه تكون في يناير 2023. الا كانت مثلا قبل من هذا التاريخ مثلا تكون في 2021 ولا يعني قبل 2000 ولا في 2020، راه ما مقبولاش، ما كتقبلش في دعم السكن. تكون هاد الدار اول بيع عليها. الا كانت تباعت لشي واحد وهذا السيد هذا غيعاود يبيعها لك كذلك راه ما مقبولاش، يعني تكون عندها البيعه الاولى وتكون على الاقل فيها جوج بيوت. الا كان قل من جوج بيوت كذلك راه ما مقبولاش. اذا ثلاثه البيوت اربعه خمسه ماشي مشكل، غير ما تكونش قل من جوج بيوت. ملي كيتاكدوا من هاد الشروط وهاد المسائل انهم كاينين في الدار، كيقبلوا انهم يعطوك داك الدعم 10 ولا 7 على حساب، وكيدوزوا الفلوس للنوطير، كيشد هو ديك الفلوس كيقول لك ها هي وصلتني 10 المليون مثلا. الا كنتي غتشري ب 30 مليون ولا اقل، كتجيب انت ديك ال 20 مليون اللي بقات مثلا الا تفاهمتوا 30 مليون على سبيل المثال، يعني كتعطيها للنوطير. المسائل ديال التسجيل التحفيظ والخلاص ديالك يعني راه عليك انت اللي غادي تشري. كيشد هو ديك ال 20 مليون ديالك انت كيزيدها عليها يعني على المبلغ ديال الدعم اللي هو 10 المليون كيف قلنا، وكيعطيها للسيد اللي غيبيع لك، وكيدير لكم العقد النهائي. ومن الدعم راه ما صيفطاش الفلوس للنوطير هكاك وخلاته، راه قالت له 10 المليون ها هي، وقت ما قضيتي الغرض عندك شهر خاصك دير العقد النهائي ديال البيع. الا داز الشهر ومازال ما دارش داك العقد النهائي تيقولوا له رجع ديك الفلوس، رد لينا ديك الفلوس ديال الدعم. وإلا دار العقد النهائي في المده ديال شهر، اي قبل ما يسالي شهر من دازت الفلوس للنوطير، كيخصو يصيفطوا في منصه الدعم يعني باش يقول لهم صافي راه لافير داز ناضيه. انا عطيتكم دابا كيفاش كتمشي العمليه ديال الدعم، ولكن ماشي هذا هو المهم. المهم هو اشنو جاي من بعد. دابا انت شريتي، واش هذاك الدعم ديال 10 المليون استفدتي منه انت؟ ظاهريا هادشي اللي كيبان. ديك الدار كنتي غتشريها ب 30 مليون عند السيد مولاها، خلصتي فيها غير 20 مليون. للاسف لا، راه خاصك تسنى 5 سنين عاد تستافد فعليا من داك الدعم. الشروط الاهم باش تستافد من الدعم عاد جايه من مور فاش كتملك انت ديك الدار، كتولي بسميتك وعندك العقد باش شريتيها وكل شيء. عاد كتجي الشروط الاهم باش تستافد من الدعم. اشنو هي الشروط اللي حاطه الدوله لهذا الدعم السكن. يا قلتي الشروط انك تكون مغربي وما عندكش دار دابا ما عمرك استفدتي، وان الدار تكون جوج بيوت وكذا، والمسائل اللي قلتي كامله. هاد الشروط بالمقارنه مع الشروط الحقيقيه غير تسخينات اوليه. اذا
دابا انت تملكتي هاد الدار، راه ما عندكش الحق لا تبيعها لا تكريها لا تخليها خاويه. هذه هي الشروط اللي حاطه الدوله باش تستافد انت فعليا من هاد الدعم ديال 10 ولا 7 المليون على حساب. اذا ملي شريتي ودازت الفلوس بسميتك، راه انت ما مستافدش من الدعم. خاصك حتى تلتزم بهاد الشروط الثلاثه اللي حطوا لمده 5 سنين، ماشي الى الابد. ما غنقولكش هذيك الدار الى الابد ما تبيعها ما تكريها ما تخليها خاويه، لا، راه عندك المده ديال 5 سنين فقط. وراه منين تشري بالدعم قول للنوطير يجبد لك ديك الساعه الملكيه ديالك من المحافظه، ولا سير انت جبدها، كتخلص عليها واحد 100 درهم، كتلقى تما ان الدوله واضعه يديها على ديك الدار ديالك بواحد الرهن الرسمي، القيمه ديالو 10 المليون الا كنتي شديتي 10 المليون، ولا 7 المليون الا كنتي شديتي 7 المليون. على حساب الدعم راه كيختلف على حساب كيف ما قلنا شحال غتشري. وحاطه لك الشروط تما تتقول لك هذا الرهن حنا واضعينه لمده 5 سنين، وملي دوز 5 سنين خاصك انت اللي استفدتي من الدعم، ماشي حنا نجيو نقلبوا عليك. انت تمشي لاداره الضرائب ودي لهم ما يثبت ان ديك الدار ما بعتيها، وراه ما يمكنش تبيعها اصلا، واخا تبغي تبيعها حيت ما غدوز لكش في البيع وما كريتيهاش وما خليتيهاش خاويه. اول حاجه نهار كتشري ديك الدار ولا الشهر الاول اللي كتشريها خاصك تمشي تسكن فيها، بمعنى لا كارت ناسيونال العلوه اللي فيها يكون بسميتك انت اللي استفدتي من الدعم. ثاني حاجه الضريبه ديال النظافه تكون كتخلصها كل عام، الا ما خرجت لكش الا ما دازش بسميتك سير انت قلب على اداره الضرائب يردوها بسميتك، راه غيطلبوا عليك من مور 5 سنين باش تستافد فعليا من الدعم باش ما تلقاش مشاكل. وكيف ما قلت وياك تكريها، ومعنى وياك تكريها وياك يوصلهم انك كريتيها، تقول انا غندير لاكارت بسميتي تما وضريبه النظافه اصلا غنديرها غتخرج بسميتي، ياك هذا الشيء اللي كيطلبوا من مور 5 سنين، ولكن انا غنكريها لواحد السيد وغندير معاه كونطرا ديال الكرا. هذا هو الخطا. الا اكتشفوا انك كريتيها ليه غيقول لك رجع لنا الفلوس ديال الدعم اللي عطيناك، والا اكتشفوا كذلك انك كنتي مخليها خاويه حتى هي غيقول لك رجع لنا الفلوس ديال الدعم. اما بالنسبه للمغاربه المقيمين في الخارج وهما يكفي تكون عندهم ديك الدار اللي عندهم في المغرب وما عندهمش شي دار اخرى، ويمكن ديك الدار يخليوها خاويه وكيجيو ليها مثلا في الكونجيات ديالهم والعطال وماشي ساكنين فيها ديما بحال المغاربه، لانهم هما ساكنين على برا. المغاربه تيفرضوا عليك تكون فيها ديك الخمس سنين الاولى من نهار كتبتيها، ويمكن كذلك هاد المهاجرين المقيمين في الخارج يخليوها لوالديهم ولادهم، ولا مثلا تخلي فيها مراتك انت ساكن على برا، ولا انت تخلي فيها راجلك، يعني مثلا الا كنت انت ساكنه على برا، في هذه الحالات كتعتبر فعلا درتيها سكن رئيسي. وهذه هي كلمه السر. الدعم ديال السكن راه تيدعم الاسر ولا الافراد باش يديروا السكن الرئيسي ديالهم فين يسكنوا. الدوله كتقول لك انا ما عطيتكش دعم السكن باش تكري وتستافد من واحد المدخول ديال الكرا ولا باش تعاود تبيع وتربح، انا كنعطيك دعم السكن باش تسكن. ورد البال خاصك تلتزم بهذه الامور هذه كامله، وخاصك تلتزم بها في الخمس سنين الاولى كامله. وعندك تقول يعني نجلس حتى العام الاخر عاد ندير لاكارت بسميتي، ولا تقول نكريها 4 سنين الاولى حتى العام الاخر عاد نخرج الكاري. وياك هاد الشروط ديال الدعم راه تيقول لك 5 سنين كامله الاولى خاصها تكون سكن رئيسي ديالك، يا اي ما تكريها ما تبيعها وكذلك ما تخليهاش خاويه. وملي تدوز 5 سنين كتمشي لاداره الضرائب كدير واحد الطلب ديال رفع الرهن باش تحيد اليد ديال الضريبه ولا ديال الدوله على الملكيه ديالك، كتدفع مع لاكارت ناسيونال ديالك ولا فوتوكوبي ديال لاكارت فيها العنوان ديالك ديال ديك الدار ومعها الوريقات ولا الروسيات باش خلصتي ضريبه النظافه. وملي كترفع الرهن كتعاود تجبد الملكيه ديالك، هاد المره راه كتلقى فيها غير سميتك بوحدك. دابا عاد استفدتي انت من الدعم وديك الدار راها ديالك، دابا عاد يمكن لك تبيعها ويمكن لك تخليها خاويه ويمكن لك تكريها، يعني تصرف فيها كيف ما بغيتي كتولي حر. مزيان، هذه الحاله الاولى وهذه احسن واسهل حاله. الحاله الثانيه انت جيتي تشري ولكن للاسف لقيتي ان الدار ولا الديور ولا الابارتمات اللي فيهم الشروط ديال الدعم بقدره قادر كانوا مثلا كيسواو 25 30 مليون ولاو تيطلبوا لك فيهم 35 40 وربما حتى 45 مليون. اذا زادوا في الثمن ديالهم بالقيمه ديال الدعم وبعض المرات كثر. وفي هذه الحاله تماره كلها عليك، هذيك الدار خاصك تسكن فيها، ما تبيعها ما تكريها ما تخليها خاويه، وترد البال العنوان ديالك في لاكارت طيله الخمس سنين من مور ما كتشري، يعني يكون بديك الدار داخل في ضريبه النظافه وعندك تحصل كريتيها ولا خليتيها خاويه ولا شي حاجه. ولكن في نفس الوقت اللي استفد من دعم السكن هو هذاك اللي باع لك وكيزيد يستغلك ويستغل الدوله اكثر. كيجي عندك كيقول لك شوف هذا الابارتما اللي هي مثلا هذه عام ولا عامين، يعني في الاصل راه كانت كتسوى غير 25 مليون ولا 30 مليون، كيقول لك غنبيعها لك ب 40 مليون وكيتفاهم معاك وكيقول لك اودي شوف غادي نديرو في الوراق غير 30 مليون.
باش انت تشد ديك 10 المليون، وفي الحقيقه ديك 10 المليون غدوز بسميتك، هو اللي غيشدها. اذا استافد من ديك 10 المليون، داها لك، واخا دازت بسميتك انت ما استفدتيش منها نهائيا. الثمره ديال 5 سنين كتبقى ساكن بديك الدار، ما تبيعها ما تكريها ما تخليها خاويه كيف ما كتشرط عليك الدوله. المصاريف ديال النوطير والتحفيظ عليك انت، وزيدها انه تهرب من الضريبه، يعني غيخلص الضريبه ديال الارباح، وعاود ما يخلص على 40 مليون الثمن الحقيقي اللي شد من عندك، غيخلص غير على 30 مليون. اذا بالله عليكم قولوا لي شكون اللي استفد من دعم السكن في هذه الحاله. الحاله الثالثه والاخطر وقليل اللي رد ليها البال، انت ملي كتجي دابا تشري واحد البارطما، دابا كاين دعم السكن ومستمر حتى ل 2028، وغالبا غيستمر هذا الدعم بهذا الشكل وممكن احسن. وهذه هي المصيبه بالنسبه لك انت اللي كتشري دابا بدعم السكن وما كتردش البال وكتشري بثمن غالي. الحاله الاولى الا كنتي درتي هذا السكن يعني سكن رئيسي كيف ما قالت لك الدوله، يعني راه نوعا ما كتعتبر استفدتي. وإلا خويا بغيتي تغير السكن ديالك وبغيتي تمشي لبلاصه يعني وحده اخرى، ولا تشري في شي بلاصه وحده اخرى وبغيتي تبيع هذيك البارطما ديالك، القيمه ديالها راه كينقص منها داك دعم السكن اللي شديتي، لانه داك اللي غيشري من عندك استفدتي، يعني راه عارف انك استفدتي من دعم السكن، لانه كيف ما قلت برنامج دعم السكن هذا بهذا الشكل هذا راه غيسالي في 2028 كيف ما كيقولوا، وغالبا غيستمر بهذا الشكل، ويمكن يتغير ويتحسن ويولي احسن. شكون قال؟ فداك اللي غيشري عندك ديك الساعه من هنا ل5 سنين غيقول لك اخويا راه كاين دعم السكن. معلومه اخيره وغادي نختموا بها هذا الفيديو هذا، كاين بزاف ديال الناس كيشري وتنادم مع الحال، ولا يعني كيشري وكيحتاجوا الفلوس، وحنا قلنا قبيله الدوله راها كتحط عليك الشرط ديال 5 سنين، ما تبيعها ما تكريها ما تخليها خاويه. ولكن اخويا انا شريتها واحتاجيت نكريها، ولا يعني جاتني شي همزه نكريها بشي ثمن كبير، ولا شي حاجه، ولا يعني جاتني مثلا شي همزه انني نبيعها بشي ثمن مزيان، ولا احتاجيت الفلوس، ولا يعني ضروري بغيت نبيعها، ولا ما سلكتنيش مثلا ما عجبتنيش في السكن بغيت نبيعها كيف ما كان الحال. شحال هذه يعني تيقول لك لا سيدي ما عندك كيفاش دير، ضروري تسنى 5 سنين كامله حتى تكمل، عاد نرفعوا لك الرهن وتصرف في هذيك الساعه كيف ما عجبك. دابا ولا عندك الحق ترد يعني ديك الفلوس اللي شديتي ديال الدعم، يعني ديك 10 المليون ولا 7 المليون على حساب، ويرفعوا لك الرهن ديال دعم السكن، ويولي عندك الحق تصرف في ديك الدار، يعني كتولي ديالك تصرف فيها كيف ما بغيتي، كريها ولا بيعها ولا خليها خاويه ماشي مشكل. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما تنساش معاك لايك الفيديو وشي تعليق زوين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.